في لعبة القوة مش دايما اللي بيكسب هو اللي صوته عالي ولا اللي سلاحه أقوى. أحيانا كلمة بتقلب معركة، أو ابتسامة بتكسب حرب، أو انسحاب محسوب بيهد ممالك كاملة. النهاردة هندخل منطقة خطر، 3 قوانين لو فهمتهم مش هتبقى لاعب في اللعبة، ده انت هتبقى اللعبة نفسها. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخص فيه أهم وأقوى الأفكار في 5 دقايق وبس. وبدايتنا النهاردة هتكون بحكاية. كان في تاجر غني جدا، كل ما الناس تحاول تنافسه يسبقهم بخطوة، بس مش بالفلوس لكن بالعطاء. في يوم خصمه قرر يهاجمه علنا، قام التاجر رد عليه بإيه؟ هدية فخمة جدا. الخصم اتجنن، حس بالإهانة بدل الشكر، وده كان القانون 40: استهن بما لا يمكنك امتلاكه وأهن بالكرم. مش كل عطاء طيبة، أحيانا الكرم بيكسر كبرياء العدو. بعدها في قصر بعيد كان في وزير دايما قريب من الحاكم، كل يوم بيضحك معاه وبيسمع له، بس عمره ما اتكلم أكتر منه. بيكتفي بنظرة وبابتسامة خفيفة، وبيسيبه دايما هو النجم. وفي يوم كل الوزراء وقعوا إلا هو، لأنه طبق القانون 41: ما تخليش الناس تقارنك بحد كان قبلك، خلي ليك بصمتك الخاصة. الناس بتكره التقليد حتى لو كنت أحسن من الأصل. ابني مجدك بنفسك، ما تبقاش نسخة من غيرك. أما القانون الأخير في حكايتنا النهاردة، كان في قائد حربي معروف بالدهاء، قرر ينسحب من المعركة رغم إنه كان ممكن يكسبها. الكل استغرب، بس بعدها بشهر أعداء وقعوا ببعض وهو رجع بهيبة مضاعفة. وده القانون 42: اضرب القائد يتشتت الأتباع. القوة مش في الحرب، القوة في إنك تختار وقتها الصح، وساعات الانسحاب بيكون أذكى من الهجوم. في النهاية القوة مش في الهجوم، القوة في التحكم في التوقيت. اعرف امتى تدي وامتى تبعد، وامتى تضرب صح في الوقت الصح. نصيحتي ليك في الحلقة دي: العطاء أحيانا أقوى من السيف، والانسحاب مش ضعف، دي خطة فيها نفس طويل. خليك اللاعب اللي محدش فاهم خطته بس كله بيخاف منه. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.